وانا قاعد في الساحل وعمال اسمع للمغني العظيم عصام صاصا، جه سؤال كده على دماغي: هي ليه الميه ملهاش لون؟ طب ليه البحر لونه ازرق؟ وده نفس السؤال اللي انا سالته اول ما بصيت للسماء، وقعدت ادور قوي ورا السؤال ده لحد ما وصلت للاجابه. السر طلع في جزيء الميه اللي بيحتوي على ذرتين هيدروجين وذره اكسجين، وبسبب بعد الذرتين دول عن ذره الاكسجين بتحصل تذبذبات في الميه. التذبذبات دي بيبقى ليها تردد معين، وبيجي بقى ضوء الشمس الابيض اللي هو اصلا متكون من 7 الوان اللي هم الوان الطيف. المفروض ان السماء خدت جزء من الاطوال الموجيه بتاعته اللي هو اللون الازرق ونشرته بالعرض فجالنا اللون الازرق. بس ليه اصلا الضوء فيه اطوال موجيه للون الازرق؟ الضوء ده هينزل على ميه البحر، تمام؟ بيحصل توافق ما بين تردد الذبذبات بتاعته وبين جزيئات الميه اللي قلنا عليها قبل كده. التوافق ده بقى بيسموه العلماء الرنين. اما بيحصل للرنين ده في جزيئات الميه بتمتص درجه اللون الاحمر اللي في الضوء، لان تردد اللون الاحمر بيبقى قليل فسهل امتصاصه، فيجي تردد اللون الازرق اعلى بكتير. وانا دلوقتي سامعك يا اللي بتقول ان الميه بالقرب من الشاطئ بيبقى شويه لونها اخضر. اقول لك انا بقى ده سببه ايه؟ ان امواج البحر بتتحدف على الشاطئ ومعاها كمان عوالق بحريه زي الطحالب، ودي بيبقى لونها اخضر، والطحالب دي بيبقى فيها صبغات لونها اخضر، وده اللي بيخلي الميه لونها شويه مخضر. طب يجي لي واحد فكيك بقى ويقول لي: طب وبالليل بيبقى لون اسود ليه؟ لا حضرتك، مش بيبقى لون اسود ولا حاجه، هو سطح الميه بس بيكون زي مرايه بيعكس لون السماء السوداء اللي فوقيه، لان مفيش اي ضوء ساقط عليه. وعارفك برضو يا نفس الفقيق هتيجي تقول لي: طب ليه ما تقولش ان في النهار برضو في مرايه بتعكس ضوء الشمس الساقط عليها؟ هقول لك برضو ان الغواصين لما نزلوا الاعماق مش بعيده قوي لقوا برضو ان لون الميه ازرق، فبالتالي ده ملوش اي علاقه باللون الازرق اللي موجود في السماء. الجميل بقى ان ربنا خلى المناظر الطبيعيه اللي بتيجي عينينا عليها لونها ازرق، لان الازرق لون مريح للعين وبيساعد على الاسترخاء والارتياح. وده السبب اللي خلى معظم الشركات تستخدم في الماركتنج بتاعها اللون الازرق، لانه لو كان عمله احمر كان هيعصبك وهينرفزك بمرور الوقت. وعشان كده يا صاحبي دايما بنرتاح لما بنشوف اللون الازرق، فخلي كل اللي حواليك لونه ازرق.